طبعا جبت الصينية اللي انا هنقع فيها الرز، وجبت كوبايتين من الرز، وبعد كده هزيت الصينية، وبعد كده نزلت بالمية اللي انا هنزل بيها عشان خاطر اسيبه منقوع فيها، يعني فترة ربع ساعة او نص ساعة، عشان خاطر حتى على حسب التسوية بتاعتي. طبعا على ما الرز يتشرب شوية جبت الحلة اللي انا هعمل فيها، اخترت الحلة اللي هي بغطا عشان خاطر لو فاضل مني اي حاجة اقدر ان انا اغطيها وادخلها التلاجة. ما حبيتش ان احطها في بريم، عشان طبعا الرز لما المعمر يخش في التلاجة وهو في البريم مبقاش حلو، بيبقى تحس ان هو طعمه اتغير شوية. طبعا جبت حوالي 3-4 معالق زبدة، وبدأت ان انا ادهن الحلة او الصينية بنفس الطريقة اللي انتوا شايفينها كده. وبعد كده جبت الرز بعد ما اتصفى كويس جدا من المية، وبدأت ان انا اقلبه كده بحيث انه يتجانس شوية مع الزبدة اللي تحت. وبعد كده بدأت ان انا جبت المرقة اللي انا هنزل بيها، مرقة فراخ، ولو عندك شوربة فراخ مش شغال، بس هنحطها مع لبن بس انها تبقى نسبة لبن اكتر. طبعا بدأت ان احط الملح، بدأت ان انا اقلب ده كله بالزبدة واخليه كله لازم يتجانس، لازم اقلب الملح والمرقة دول كويس جدا عشان خاطر ميبقاش فيه ملح مش متقلب. بعد كده المعلومة المهمة نزلت باللبن، نصيحة لكل واحد عايز يعمل رز معمر. رز معمر مش مكلف على فكرة، بل بالعكس يعني غالي أوي. ممكن اللي هيكلفك فيه هو الزبدة، ولو عايز رز معمر يديك وش حلو أوي. طبعا لازم تخلي معيار الرز، لو هتعمل منه كوبايتين رز حط عليهم 4 كوبايات من اللبن والمية، والأربعة لازم يبقوا 4 مع بعض. أما في الرز العادي ممكن تحط 2 رز ومعاهم 2 أو 3 مثلا كوباية المية، لكن الرز المعمر يحب مثلا الضعف مرتين على الأقل. بالشكل ده، وبدأت إن أنا أقلب الزبدة وأقلب الملح تاني وأقلب الرز بالشكل دوت. وبعد ما خلاص بدأت إن أنا أدخله الفرن. نصيحة مني، عايز الرز المعمر يبقى معكوش شوية، استخدم من اللبن الفريش اللي هو البقري الصح، اللي هو بتاع زي ما بيقولوا بتاع الناس زمان اللي هما بتوع الأرياف، عشان خاطر يديك القشطة اللي انت عايزها بالشكل ده. طبعا لكن استغنى شوية عن اللبن اللي هو المجهز اللي هو زي جهينة والمراعي والحاجات دي، لا استخدم لبن البقري لأنه بيبقى فيه نسبة الدسم لسه زي ما هي. طبعا ده شكل الرز المعمر بعد ما عملته، كان حاجة جميلة بصراحة جدا وكويس قوي. وده شكله حاجة تركاية جدا، وريحة كمان عشان انا صايم شوية، بس ايه كانت ريحة كمان كانت جميلة قوي. شايفين ده شكله، بحب ان انا اوريكم على الورق برضو اهوت، حاجة تحفة. تمام. طبعا لو عايزه زي ما بقول لك كده خليه، هيديك سترينج حلو قوي وهيديك وش حلو قوي. وده طبعا الشكل اللي فرق معايا بصراحة، كان طعمه حلو قوي اهوت. بصراحة. اكلته انا واحد زميلي كان طعمه حلو قوي، احسن من المطاعم ومش مكلف، وبلاش تحط له قشطة لان اللبن الفريش بيبقى لسه محافظ على القشطة بتاعته، وهو ده اللي هيديك الوش اللي انت عايزه. شكرا.